السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم جميعا. الكل كيسأل على واحد القطعة نقدية واللي هي 50 فرنك مغربية، واللي كتوجد عند أي فرد تقريبا. وكنذكركم إخواني المشاهدين اللي ما مشاركش معنا في القناة يشارك معنا ويفعل الجرس باش يوصل لكم كل ما هو جديد. ونشكركم كلكم اللي مشارك واللي ما مشاركش. ودابا غادي نتكلم لكم على هاد القطعة النقدية اللي كيتساءل عليها الجميع، واش موجودة او لا ما موجوداش. وهي القطعة الذهبية، 50 فرنك ذهبية. بالطبع هي موجودة، وماشي هادي اللي امامكم. وهذه اللي كتشوفوا دابا هي عملة مصنوعة من الألمنيوم والبرونز والنيكل كما كتلاحظوا. أما القطعة النقدية الذهبية اللي مصنوعة من الذهب الخالص، كما كتعرفوا أن الذهب ما كيتصداش وما تيكحلش، كيبقى في الطبيعة ديالو لامع تيلمع. ولكن ماشي كلشي، راه كاين حتى النحاس اللي هو تيلمع والنيكل كينمع. واللي بغى باش يتعرف عليها يمشي يعيرها باش يعرفها واش ذهب او لا غير ذهب. وهاد القطعة الذهبية اللي كيبحثوا عليها الهواة وجميع الناس كلهم يبحثون عنها، واللي ساوية ثمن باهظ اللي كيبلغ الثمن ديالها من 15 المليون حتى 16 المليون. الذهبية 50 فرنك ذهبية. وكاينة نسخة من هاد القطعة الذهبية تباع في مواقع البيع اللي ساوية هاد الثمن اللي قلت لكم النت. مية وستين ألف درهم، يعني 16 مليون مغربية. ودابا غادي نكونوا بلغنا لكم الرسالة، ونتمنى لكم أوقات طيبة إلى وقت لاحق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.